اليمني، لا هذه قلوب مشاعر، نحب بعض يا اخي. ما مش معقول انه البراني احنا ندافع. من قال لك اني ادافع عنك يا اخي؟ معك واحد، هذا قدامك، هذا الذي امامكم والذي يستضيفني الان حرك دوله. من قال لكم ضعاف عشان تصوروني انني ادافع؟ لا ادافع، ما دافع انا. انا يلا دافع عن نفسي. اليوم المغاربه يقولون عني لقيط، يقولوا عني ابن حرام، يسبوا امي اليوم. بدل أن كان المغاربة الجزائريون يسبونني، اليوم مغربي يسبني ويتهمني بالزنا ويتهم أمي ويلغ في عرضي. ما هذا يا أخي؟ وكل هذا إيش؟ قال لك نصرة للملك. تنصر ملكك بأن تقذف واحد وتقول له يا لقيط؟ هل الملك محمد السادس بحاجة إلى أن ينصره واحد مثلك؟ واحد مثلك إذا كان سينصر إذا رأيتموني أخطأت في حق ملككم فليأتي الملكيون الحقيقيون المحترمون المثقفون يقولوا أسعد أنت كذا وكذا كما يتكلم معي هذا. أما واحد يقول لي أسأت إلى ملكي يا لقيط، أسأت إلى ملكي يا ابن حرام، هذا لو رآك الملك محمد السادس لبصق في وجهك أنت. فبالتالي لا أحبذ أبدا. اختلفوا معي، ها هو الدكتور سيختلف معي وسأختلف معه وسآتي إليه وسأزوره في بيته وسآتي إليهم كلهم ونختلف بمحبة وكل بدون أن نفسد للود قضية. لكن جلب الملكية وجلب الملك وهذا يعني سخافة. أنا أعتقد قلت من مطار مراكش أن نظرتي الشخصية لهذا الملك والله لا أرى عليه إلا الخير، وأراه على خير، نظيف، ذو خلق، ليس مستبدا، ليس قاسيا. علاقتكم به أوجد. أنا قلت في اللايف اليوم يا دكتور سامحني إذا طولت لأنه أريد أنا أوصل رسالة من خلالك. قلت والله شوفوا في ملوك استثمروا في الحجر وبنوا أبراج وبنوا كذا. الملك محمد السادس وأبيه ومن قبله استثمروا في البشر. يا أخي والله لو لم يكن من حسنات ملككم هذه بكل ما لدي من اعتراضات على سياسته وليس على شخصه، إلا أنه أوجد هذا الشعب المتناقم وكان ضامنا يعيش فيها الأمازيغي مع العربي مع الشلحة مع المدري إيش مع فلان مع أعراق مختلفة وربما لغات مختلفة وديانات مختلفة ومناطق مختلفة، عرقيات ثقافات مختلفة، كلها الجامع لها هذا الملك. يكفيكم. أنا أتمنى أن عندي ملك هكذا في اليمن. أنا اليوم أتناحر، اليوم يقتلني الحوثي باعتباره شيعي وأنا سني. أنتم في أمن وأمان. الرجل اختزل كل المذاهب في الملكية، هو الجامع، هو الضامن، استثمر في البشر. نقول هذا الكلام ما أحد يقدر يعبر بهذا التعبير كما ربما أحاول أنا أن أنتزعه من داخلي كي أوصله للأخوة المغاربة الذين يجحفون في حقي ويصوروني بأنني ذلك المتطاول والمسيء للملك. والله ما أسأت له، كنت أسيء إليه. وعلى فكرة يا دكتور عندما كنت أسيء إليه كل هذه الأصوات النشاز والله أنني حاولت أن أبحث عن واحد منهم دافع عن الملك يومها ما وجدت أبدا. هم يهاجموني لأنني الآن مع الملك. ومن مطار مراكش بعد أن رأيت فجور الخصومة من جيرانه ومحاولة لتقسيم أرضكم قلت سأعطيه الولاء في هذا الملف، وإذا ثبت والله لأكون معه في نفس الخندق. ماذا تريدون؟ تريدون مني ماذا تريدون؟ أن أكون مغربيا أكثر من المغاربة؟ لا أستطيع أن أكون أكثر من عقيل. شوف هذا توجيه. شوف نختلف مع الجميع، نتفق مع الجميع، لكن كل من يسب في الأعراض فهذا ليس بأخلاق المغاربة وليس من شيم المغاربة، وهذه قلة قليلة مثل تلك النقطة السوداء في جسد الثور الأبيض. أخي أسعد، لا يليق بالمغربي أن يسب في الأعراض، لا يليق بالمغربي أن يسم أمهات الشخص الذي يحاوره. ولذلك نحن نتعلم. لماذا تعلمنا وتحدث عن بوسبير؟ لأن ضمن سنتين وهو تنتهك أعراضنا وتنتهك شرف أمهاتنا، وأصبحوا يصوروننا بأننا أبناء لقطاء وأبناء زنا، وبأن ما المغرب إلا منتوج سنوات من الزنا ومن الممارسات الغير الشرعية. لذلك ردينا.